السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة على قناة اليوتيوب. في البداية أحب أرحب بجماهير المارد الأحمر ونادي القرن وبطل أفريقيا النادي الأهلي. بتمنى من كل يشوف الحلقة يعمل لايك وشير واشتراك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلك كل جديد عن النادي الأهلي. ولينك صفحتي على الفيسبوك عندك في أول تعليق مثبت. لو مش متابعني اعمل لي متابعة. في البداية بنحب نحيي ذكرى رحيل البطل ثابت البطل، لاعب الأهلي السابق وأفضل مدير كرة في تاريخ النادي الأهلي. ترحل الأجساد وتبقى الذكرى في القلب. رحم الله ثابت البطل. كما نحب ندعي بالشفاء العاجل لنجم الكرة المصرية أشرف قاسم، شفاه الله وعافاه، وعايزين نقول له ألف سلامة. لاعب خلوق ومحترم وكل جماهير النادي بتحبه لأنه عمره ما غلط في أي حد. ومعانا خبر ايقاف ابراهيم نور الدين عن الكارثه التحكيميه اللي حصلت في ماتش الزمالك وسموحه، وايقاف ابراهيم نور الدين لاجل غير مسمى. وانا بالنيابه عن مشجعي كره القدم في مصر عايز اقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك، افسدت متعه كره القدم في مصر. وبالمناسبه هقول لكم احصائيه رقميه للزمالك في الدوري هذا الموسم. اولا، الفريق الوحيد في الدوري التي لم تحتسب ضده اي ركلات جزاء حتى الان. ثانيا، اكتر فريق في الدوري حصل على ركلات جزاء برصيد 6 ركلات جزاء. ثالثا، اقل فريق في الدوري احتسب ضده فاولات بمعدل 9.2 فاول في المباراة. رابعا، اقل فريق في الدوري حصل لاعبوه على كارت اصفر برصيد 17 انذار. خامسا، هو من ضمن 3 فرق مع المحلة وحرس الحدود لم يحصل اي لاعب في الفريق على كارت احمر. ده احصائية الدكتور احمد ثابت الاعلامي المعروف. وعايز اكلمكم ان هو ده الاحتواء اللي حصل في السنتين اللي فاتوا. كان الاحتواء وروح البروتوكول شغال، وربنا يرحمنا من اللي احنا بنشوفه من المصايب التحكيمية في مصر. وعلى اخبار النادي الاهلي، انضمام كريستو لقائمة منتخب تونس للمشاركة في بطولة افريقيا للناشئين، والمقرر اقامتها في مصر، وبالتالي يغيب اللاعب عن مواجهة الهلال السوداني. نتمنى له التوفيق ان شاء الله. معانا كمان تصريح من فرج عامر بيقول سنتقدم بشكوى ضد التحكيم في مباراة الزمالك وسموحة وفقا للوائح والقوانين. وانا عايز اقول له ابقى قابلني لو في حاجة حصلت في الشكوى. ومعانا كمان استفتاء من كأس العالم للأندية بيقول ان محمد عبد المنعم يتفوق على علي البليهي لاعب الهلال وعلى امين فرحان لاعب الوداد بنسبة 87% كأفضل مدافع في كأس العالم للأندية. فخر للأهلاوية، فخر لجماهير النادي الأهلي. وعايز كمان أقول على الفرحة الكبيرة اللي حصلت النهاردة من مباراة النادي الأهلي للكرة الطايرة، يفوز على الزمالك 3-0. والشوط الاول خلص بفارق نقاط 5 نقط 25-20، والشوط الثاني بفرق 12 نقطة 25-13، والشوط الثالث 9 نقاط بفارق 25-16 في كاس السوبر المصري الرجال للكرة الطايرة. عايز اقول النادي الاهلي مبروك وجماهيره. وفي النهاية اللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.